هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم زينين وبصحة وعافية. رجعت لكم بحشوة هاي الكيكة. طبعا هواي بنات قالوا لي ليش ما نزلتينا التحشية مالتها. هنا بنات قاصتها اني 3 قصات مثل ما تشوفون. راح احشيها 3 حشوات لان كيكتنا هي قياس 25 القلب وكلش بنفس الوقت عالية. وشكرا على تفاعلكم الحلو على ذاك الفيديو اللي نزلته اول البارحة. طبعا كان بوقت التزيين مال هاي الكيكة. يعني انا ما كانت نيتي انزل الحشوة مال الكيكة، يعني التحشية والقصة وهيجي، بس انتو شجعتوني انزلكم بعد فيديو. تدللون والله عيني تدللون. وخاصة فيديو الكيك، يعني كلش تحبون انتو شغل الكيك. يما منكم. هنا بنات ما شفت رويتكم الكريمة انا مسويتها وياكم بالقناة. هي بالشتاء قلاص مي بارد وقلاص كريمة، بس اذا بالصيف لا، قلاص كريمة ونص قلاص مي بارد مثلج. واكيد لازم الكريمة وين؟ بالثلاجة بالفريز. طبعا بنات يعني هاي الكيكة انه للبيت اللي قصيت 3 قصات. فانا دائما يعني اسوي لنا كيك للبيت، يعني الاطفال يحبونه وبنفس الوقت انا همين احبه. هنا بنات عندنا حشوة التوفي جاهزة. أنا بنات شوفن قبل ما أسوي حشوات بالبيت أتعجب على هواي بنات يسوون بالبيت، يعني هي نفس التكلفة وبنفس الوقت تعب يعني. فأشتريها جاهزة أحسن لي يعني وأطيب بنفس الوقت. هنا مثل ما شفتوا بنات كيكتنا يعني ما شاء الله ارتفاعها كلش حلو. هي قياس 25 بنات، بس شنو عندكم القياس 25 القلب دائما يجي يصير أعلى من الدائرة وأعلى من المربع. المربع بيه يعني الجوانب، والدائرة يعني هم مجال يعني مفتوح تحسونه. بس القلب يصير كلش حلو وبنفس الوقت يصير كلش عالي. بس شنو اكو شوية صعوبة بالتزيين مالته. يعني مبتدئة بد ما انصح تسوي قلب وزينة بنفس الوقت. يعني هي مثل ما يقولون العافية بالتدارج شوي. اول شي يبدي بالدائرة، لان الدائرة اكثر شي سهل، ودور المربع ودور القلب. هنا هسه راح احشيها حشوة ثانية. طبعا انا البيت بنسوي كيكة، يعني احشيها حشوة ما شاء الله كلش هواي، لان جهالي يحبون اكثر شي بيها الكريم. فهنا بنات عندها حشوة الكيكة وسويتها انا لكم بالقناة، يعني مرتين نزلت لكم بالقناة. بس انا حشوة الكيكة ودائما اسويها بالبيت، بس باقي الحشوات لا، اشتريهم كلهم جاهزات. فبنات والله يعني زين من جاي الحق انزلكم فيديو، بس يعني مش في تفاعلكم على ذاك الفيديو قلت ان شاء الله اليوم لازم انزل لهم فيديو. والله تدللون، كل ما اشوف تفاعلكم حلو على الفيديوهات انا انزلكم فيديو غيره. هسه حاليا عندي فيديوهات 2 مال كيكات، طبعا قياس 25 وقياس 20. اذا شفت تفاعلكم حلو على هذا الفيديو راح انزلكم ذنيك الفيديوهات. تدللون والله. وطبعا راح اخليكم حسابي مال انستغرام صندوق الوصف. يعني كلش متفاعلة بانستغرام، جاي انزل وصفات كلش حلوة وبنفس الوقت قصيرة ومضبوطة بنفس الوقت. تدرون انتو وصفاتي كلها زينة ومضبوطة، يعني ماكو داعي احمد بنفسي. واكيد يعني السحقات ما تخلى، بس هو الفيديو ما يحلى اذا ما بيه سحقات. فهنا مثل ما شفتوا بنات حشيت حشوتين، هسه هنا الحشوة الثالثة. طبعا بنات الحشوة الثالثة راح احشيها مروار فراولة. طبعا هو المروار شفاف وانا حطيت له لون وحطيت له نكهة فراولة، فصار عندي حشوة. يعني دائما انتو يعني سووا الاشياء من اللي عندكم بالبيت. يعني انا من زمان يعني ما متسوقة، فمن اللي عندي شغلات سويت هاي الكيكة. يعني اشتريت شغلات بسيطة، يعني مثل ما يقولون استهلاكية، مثل الكريم. مثلا شغلات كلش بسيطة اشتريتها، حشوة التوفي، لان بعتذرون الاطفال اذا يلقون حشوات وشغلات بالثلاجة ما يخلوهن. وانا صار لي فترة كلش طويلة من تاركة شغل الكيك. هسه بهذا الشكل بنات راح اخليها، وراح اخلي القبق على قولتهم مالتها فوق، وراح ابدي اصقل بيها. طبعا بنات جبت لكم شغل كلش حلو، وانا دائما يعني انشركم عن هذا الشغل. انتو قاعدة بالبيت تقدرين تستلمين ارباح عن طريق التليفون، لا تطلعين ولا تمشين. خاصة هواي بنات انه قاعدات بالبيت ويردن شغل ومحتاجات بنفس الوقت. فهسه انا هخليكم الرابط همينة بنات، اول تعليق مثبت بصندوق الوصف همينة. وهسه شوية همينة هخليكم شرح عن هذا الشغل، وتدللون طبوا الجروب اكو بنات راح يفهموكم طريقة العمل. وانا مثل ما تشوفون راح ابدي اصقل بيها بهاي الطريقة. طبعا هي هواي طرق للصقل مال الكيك. اكو مثلا بنات يخلين بكيس تزيين كريمة ويفرن دايما مدار الكيكة لحد ما يصير بيها كلها كريم. طبعا انصح المبتدئات بهذا التزيين. بس اكو من عندهن لا، يعني انا هسه مثل ما تشوفون بالسباتورة شوي جاي اخذ وجاي اصقل بيها. طبعا هاي بنتي ما عفتني، يعني من تشوف عندي كيكة ابد ما تعوفني، لان تموت على الكيك.
يعني البارحة أنا سويت لها كيكة، وطبعا ما صورتها، اعذروني، لأن بوقتها كانت بنتي ملقحتها لقاح الBCG، وتدرون بالطفل من يلقحونه يصير كلش نحس ويتمرض ويسخن، فزينتها يعني على السريع. كيكة بنت حماي سويتها لعيد ميلادها، فقلت يعني هاي بنتي متعوفني، إذا ما أسوي لها كيكة يعني ما تقبل الكيكة تطلع من عندنا من البيت. والله خليت وسويت لها كيكة. بنفس الوقت هي يعني تحب الكيك وتريد كيك، هاي الصغيرونة. وشغلة ثانية استغليتها انه نجاح اولادي اثنيناتهم، ف يعني فرحوا الطرفين، والله الحمد لله وشكر، يعني فرحتهم اثنيناتهم. طبعا هواي بنات يراسلني احنا نريد ندخل دورات مال كيك، بنات هو الكيك هواية اول شي، وثاني شي مو ولا تدخلين دورة، يعني انا مشتغلت بشغل الكيك ما دخلت دورة ترى، يعني هذا يوتيوب موجود كل شي بيه، كل شي موجود باليوتيوب. يعني شنو شغلات مال الكيك تردين تجيبيهن، شنو محتاجتهن، شلون تسوين الكيكة. والله هسه على انستغرام انا جاي اقلب وبنية دزت لي على الخاص انه مسوية كيكة وعلى طريقتي، والكيكة تجنن كلش حلوة مسويتها وضابطة وياها. يعني اذا تردين تبدين من الصفر، وشوي شوي همين تبدين. فما انصحكم تدخلون دورات وهمين بفلوس. بدل ما تدخلين دورة وتدفعين فلوس، روحي اشتري بيهم غراض كيك وتعلمي للبيت سوي كيك. انت ما راح تسوين كيك للبيت، راح تتعلمين اكثر واكثر. فانصحكم لا تدخلون دورات ابد. طبعا بنات انا دائما مسوي كيكة للبيت، ما اهتم كلش بتزيينها او بصقلها مثل ما تقولون، هي انه للبيت، بس المشكلة انه انا حبيت اصورها لكم. فهنا مثل ما تشوفون يعني صقلتها صقل كلش سريع، لان بنفس الوقت هذا الكيكة من سويتها يعني مو هسه، كنت بوقتها حامل بهاي بنتي، فيعني ظهري كلش ظل يأذيني، فصقلتها صقل سريع. وبنفس الوقت سويتها بهاي الشفرة. بنات هاي الشفرة كلش حلوة وبنفس الوقت منقذة، يعني من صقلين الكيكة والصقل مو كلش مضبوط، تجيبين هاي الشفرة تسوين بيها هذه المسننات، تصعدش كيكة مخططة، وبنفس الوقت انه مبينة ما بيها شي، كلش حلوة ومرتبة. وهنا بنات عندي هذا الصوص مسويته مال الشوكولاتة، وعندي مروار شفاف. جبت الصوص مال الشوكولاتة، جبت مروار شفاف، خبطتهن سوية وصار عندي بهذا الشكل. اول شي يعني صوص بالكاكاو صار، وبنفس الوقت انا عندي صار انه مروار بالشوكولاتة. هسه راح ابدا بهاي الطريقة، افر بالسباتولا داير المداير، واشوف المكانات اللي ما بيها راح اخليلها. بس بنات يعني ما شاء الله طعمه صار كلش طيب. انصحكم تسوون هذا صوص الشوكولاتة، نزلته ذاك اليوم. فقربوا الفيديو ماتنا ينتهي، واتمنى عجبكم هذا الفيديو، ما تبخلون علينا باللايك والاشتراك بنفس الوقت، وتعليق حلو من يديكم الحلوة. ولا تنسون تتابعون على انستغرام، وراح اخليكم رابط مع هذا الشغل، تدخلون طبعا على الواتساب، والبنات راح يفهموكم طريقة العمل. وهسه راح اخليكم فيديو تفتهمون شنو طريقة العمل وشنو الارباح بهاي الشركة. باي باي بنات، احبكم كلش هواية، مع الف سلامة. انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي. شوفوا أخواتي، أنا اليوم رحت واستلمت هاي العمولات، حصلت على منتجات مجانية. أول ما انضميت طبعا عرفني الأستاذ أيمن على هذا المشروع، ورحت للشركة وجربتها، شاركت الفكرة مع صديقاتي ومعارفي وبالسوشيال ميديا، وكونت فريق وعودتوني على هذا الاستهلاك. مقابل الشركة كافأتني بعمولات وأرباح ومنتجات مجانية. طبعا مميزات شركتنا إنه بيها رحلات دولية. فأختي ادخلي ويانا ولا تترددي مع مشروع DXN